ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي معايا في القناه. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا حبيب قلبي، النهارده بقى انا صحيت من النوم، هنعمل اكل ايه؟ قلت خلاص انا هعمل صينيه بطاطس. وكان عندي بقى حاجه عايزه احكيها لكم. انا رحت يعني انا بجيب الفراخ بتاعتي بالشهر. فانا رحت اجيب الفراخ، الراجل ضحك عليا. يعني انا كنت بطخ له مشوار. يعني انا من يمة الانطره التانية كنت بطخ له مشوار شارع السلام عشان اجيب منه. وكنت بحب فراخه جدا. فالمهم خلاني واقفه ووزن الفراخ قدام عينيا. ماشي، وعايزه قد ايه؟ قلت له عايزه يعني عايزه فرختين. الفرخه 2 كيلو، انا بجيب فرختين والباقي وراك وجناح. المهم قلت له عايزه فرختين، الفرخه 2 كيلو، واعمل لي الصدر بانيه. انا عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم، انا وعيالي ما استمتعنا بالفرختين دول ولا طعمهم حتى كان يعني. والله العظيم ما تطقوا تحطوهم في بقكم. ليه بقى؟ هو ضحك عليا خلاني واقفه. وقلت له ثانيه واحده هروح للعطار ده هو يجي. يا دوبك رحت للعطار، جبت سمنتي وجبت حاجتي وتوابلي ومش عارف ايه، والعيال كانوا عايزين حاجات جبت لهم. ارجع الاقيه بيقول لي الفراخ خلصت اهي. اخد الفراخ واروح يا جماعه. ماشي، زي ما انتم شايفين حته البانيه بتبقى كبيره قدام عينيكم اهيت. انا هوريكم ما تستوي بتبقى قد ايه. اداني فراخ من اللي هو من اللي هي مليانه ميه، اللي هو عامله من الصبح. هو بيبقى عامل فراخ بقى من بدري مليانه ميه، بيقطعها وراك ويقطعها مش عارف ايه عشان توزن. المهم اداني منهم يا جماعه، بدل الفرختين بتاعه وادوني دول. اجي اقطع الوركين يبقوا الوركين كبار، اسلقهم الاقيهم والله العظيم قد وراك الحمامه. يعني بصوا البانيه، هو هنا لسه ما كشش، انا هوريهولكوا هو لسه ما غليش. المهم اجي اعمل البانيه يا جماعه. انا متعوده اني بعمل البانيه، يعني بعمل فص واحد من الصدر. تمام. هنا بقى خلاص انا انا بخلص حاجتي وادخل اوضه الاطفال، اقعد فيها انا وعيالي نذاكر ناكل نعمل بتاع في الاوضه دي. يعني برتاح فيها وايه، وببقى واخده حس الشارع وكده. البطانيه دي قصتها ايه بقى؟ محمد كبلي عليها كوبايه ميه، فطلعتها كده ايه تنشف. وهدخلها تاني باذن الله، بس ايه، هسيبها خالص لحد بعد العصر كده. بضلم الدنيا بره زي ما انتم شايفين كده. طيب اقعدي، بضلم الدنيا بره زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يا جماعه، الرز بشعريه استوى اهوت، والبطاطس كان طعمها رهيب، بس الفراخ اللي طعمها استغفر الله العظيم. والله العظيم مهما تعملي بيها ومهما تتبلي ومهما تعملي، هي خلاص رك ما قرفتي منها، خلاص هي طعمها في بقك خلاص. الحمد لله، ده كان اخر كيس بانيه. اصلا انا بعمل كل واحد حته. بصوا الحته قد ايه. الحته دي كانت اكبر من كف ايدك. بصوا بقت قد عقلتين الصوبع. ازاي ما تعرفيش؟ بتبقى مليانه ميه، بتبقى مليانه ميه. بغرف لكل واحد طبق كده، وبجيب طبق بطاطس كبير تزويده. بصراحه الفراخ دي يا جماعه زعلتني. بقولك بتبقي مطلعه الوركين كبار كده اهو. بص تلاقي تسلقيه تلاقيه وركين عصفوره، ما تعرفيش تقسمي. انا بحب اجيب الفراخ 2 كيلو عشان اعرف اطلع منهم منابات. ف يعني والله معاه الضمير. عمري ما انا رايحه له تاني. هو كسب المره اللي فاتت دي من ورايا، بس انت خسرت زبون. انت عمرك بقى، ما عمري ما هروح لك تاني ما دام قرفت من حاجتك. عمري ما هروح لك تاني. خلاص. عندنا هنا بقى واحد معايا حد يعني معانا هنا في الشارع من زمان خالص، من وانا لسه صغيره خالص قد مريم بنتي. كنت رايحه اجيب له ماما الفراخ منه من زمان. والله العظيم يا جماعه ليه معايا ذكريات. الراجل كبير. كانت ماما تقول لي روحي جيبي الفرخه من عمك فلان، انا مش عايزه اذكر اسمه يعني. اروح اجيب الفرخه واروح. الراجل ده ما بيقطعش، يعني هي الفرخه بينضفها ويديها لك، ولا عنده بانيه ولا عنده جناحه ولا عنده. فانا قلت هجيب منه عشان دوت اكيد مش هيعرف يملي الفراخ ميه. فانا باذن الله بعد كده بقى هجيب منه. هي كانت الراجل ده من ايام زمان خالص. ربنا يدي الصحه للجميع يا رب، ويطول في عمر الناس يا رب. بصوا حبايب قلبي، ربنا يدي اللي عايز ويرزق كل مشتاق، ويا رب يوسع عليكم. واللي مش قاعد في ملكه يا رب يكرمه ويوسع عليه ويقعد في ملكه. وربنا يرزقكم ويريح قلبكم ويهدي سركم. وشكرا يا جماعه لوجودكم معايا. بصوا هي المره دي التصوير حلو عشان مصوره بالكاميرا الاماميه، لكن لما بصور بالكاميرا الخلفيه بتبقى ايه، بتبقى التصوير مش حلو. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.